أغنية أبطال الجمهورية أو زي ما كلنا بنسميها إخواتي، دي مش مجرد أغنية، لأ، دي حكاية كاملة. النهاردة هنفكك كلماتها ونشوف إيه القصة اللي مستخبية جواها، وإزاي قدرت تحول الفوضى والمواقف الغريبة لرسالة قوية جدا عن الصحاب والولاء. يعني من أول جملة الأغنية بترمي قنبلة. ده إعلان صريح إن اللي جاي ده مش عادي خالص، كأننا بنتفرج على بداية فيلم عن أبطال خارقين. طب مين هم الأبطال دول؟ وإيه حكايتهم بالظبط اللي خلتهم يعدوا حدود العالمية؟ يلا بينا نكتشف. طيب خلينا نبدأ ونتعرف على الأبطال دول. الأغنية بصراحة ما بتضيعش وقت خالص وبتقدمهم لينا بطريقة غريبة ومختلفة. شوفوا بس الوصف، هربانين من العباسية. دي مش مجرد هزار، دي كأنها إعلان تمرد على أي روتين أو قيود. وبعدين مريحين بعد العملية، جملة تخليك تحس إنهم كانوا في مهمة سرية. وضيف على ده إنهم واخدين إجازة رسمية خميس وجمعة. الصورة الكاملة ناس عايشة حياتها بمزاجها وجاهزة لأي مغامرة جديدة. ومن هنا بقى بتبدأ المغامرة الحقيقية. دي مش مجرد رحلة بالعربية، لأ، دي قلب الفوضى المنظمة اللي خلت الأغنية دي أسطورية. أول بطلة حقيقية بتقابلنا في القصة دي مش بني آدم أصلاً، دي القطة المشمشية. مجرد وجودها في الكرسي اللي قدام بيقول لنا على طول إن دي مش أي رحلة. القطة هنا مش مجرد حيوان أليف، دي عضو أساسي في الشلة. وزي أي قصة أبطال عظيمة لازم يكون في تحدي. بس التحدي هنا مش وحش أو شرير، لأ، حاجة محبطة أكتر بكتير. العربية عطلانة. في لحظة الأبطال دول اتحولوا من ملوك الطريق لناس بتزق عربيتها. بس هي دي اللحظات اللي بتبني العلاقات الحقيقية وبتقوي الصداقات. والفوضى بتزيد طبعا. القطة خلاص سابت الكرسي المريح وبقت في الشنطة. لاحظوا تكرار كلمة القطة 3 مرات، ده مش مجرد تأكيد على مكانها، دي صرخة بتعبر عن حجم اللخبطة والموقف الكوميدي اللي هم فيه. بس الموضوع ما خلصش على كده، لأ، أغرب حتة في القصة كلها لسه جاية. وسط كل ده وهم بيزقوا العربية، تفتكروا القطة عملت إيه؟ وهنا بيحصل اللي مفيش عقل يصدقه. القطة بتتكلم وبجملة واحدة بس: ده انت سكر. المشهد كله بيتقلب من فوضى وكوميديا للحظة ساحرة. وده هو جوهر الأغنية، عالم كل حاجة فيه ممكنة، لدرجة إن قطة ممكن تكلمك عشان تقولك إنك شخص جميل. كل اللخبطة دي من العربية اللي عطلت للقطة اللي اتكلمت، كل ده كان له سبب. هم كانوا رايحين مكان معين لهدف واحد بس، وهو الاحتفال. الخطة كانت واضحة ومترتبة. المكان هو الفيلا، والهدف حفلة ما تتنسيش. الأكل وجبات كنتاكي طبعا، والميزانية مفتوحة على الآخر، زي ما بيقول أنا هصرف أخلص في شيكاتي. كل حاجة كانت متحضرة لاحتفال يليق بأبطال الجمهورية. بس رغم كل التجهيزات الضخمة دي، كان في شرط واحد بس، قانون واحد للدخول. وهنا بتيجي المفاجأة الكبيرة. الشرط الوحيد عشان تحضر الحفلة دي إنك تكون من الإخوات. الجملة دي مش بس قانون للحفلة، دي بتلخص الأغنية كلها. في اللحظة دي بنفهم المغزى الحقيقي من كل المغامرة اللي فاتت. وده بيوصلنا لرسالة الأغنية العميقة. يعني إيه إخواتي؟ الكلمة دي أكبر بكتير من مجرد كلمة، دي فلسفة حياة بحالها. الجملة دي هي دستور العلاقة بينهم، خط واضح جدا. الفراري اللي هي رمز للفلوس والمظاهر ملهاش أي قيمة لو الشخص اللي سايقها ما عندوش أصل. هنا الجدعنة والشخصية بتكسب أي ماديات. وهنا الفكرة بتتوضح أكتر. عندنا في ناحية حاجات شكلية، الفراري رمز للثروة، والأتاري مجرد لعبة للتسلية المؤقتة. وفي الناحية التانية القيم الحقيقية، التقدير اللي هو جوهر الشخصية، والإخوات اللي هي العلاقة اللي بتدوم. الرسالة واضحة جدا، اللي عندك مش مهم قد اللي واقف جنبك. يعني الإخوات دول مش مجرد صحاب، دول العيلة اللي بنختارها. هم الناس اللي تزق معاهم عربية عطلانة وتفضلوا تضحكوا وبعدها تاكلوا كنتاكي سوا. العلاقة دي مبنية على المواقف والتجارب، مش على رصيد البنك. بس الأغنية مش بتسيبنا في عالم وردي وخلاص، بتيجي الجملة دي عشان ترجعنا للواقع. دي لحظة إدراك إن الدنيا مش دايما مثالية، وفي وش الواقع الصعب ده إيه اللي بيفضل؟ الإخوات. هم دول السند في عالم مش مثالي. يعني لو هنلخص رحلة الأغنية دي هتبقى في 3 خطوات بسيطة. بتبدأ بمغامرة الأبطال الفوضوية، بتعدي على احتفال مخصص للإخوات وبس، وبتنتهي برسالة مهمة جدا: الولاء والمواقف أهم بكتير من أي رفاهية.
في الآخر خالص بنكتشف إن الكنز الحقيقي في الرحلة دي ما كانش الحفلة ولا الأكل، الكنز كان هو العلاقة القوية اللي بين الإخوات دول، هي دي اللي خلت كل لحظة فوضى ومغامرة ليها معنى وقيمة. الأغنية جاوبت على السؤال ده بوضوح، الإخوات. وده بيخلينا نفكر في حياتنا إحنا وفي عالمنا اللي بيتغير كل يوم ده، إيه هي الحاجة اللي فعلا ملهاش تمن؟